أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية مشاهدينا الأعزاء. محافظة بورسعيد من المحافظات اللي بتشتهر بالأسماك وأنواع مختلفة. الأكلة السهلة دايما بين الأسر البورسعيدية، انتوا هتاكلوا ايه النهاردة؟ أهو نفلت نعمل سمك، نجيب سمك مشوي وشوية رز والسلطة. طبعا دي كانت من أفضل الأكلات وأرخصها كمان على الإطلاق. لكن في ارتفاع كبير جدا في أسعار الأسماك داخل الأسواق بمحافظة بورسعيد. كيلو الشبار وصل 70 جنيه. مش عايزة أقول لكم كمان البوري المبطرخ وصل 90 جنيه. كمان ضيوفنا بيقولوا لي إن الجمبري في البازار وصل 500 جنيه. كل ده ارتفاع كبير جدا في الأسعار هنناقشه النهاردة من خلال لقائنا بضيوفنا، وهنتعرف أكتر يا ترى بالفعل أسعار الجملة كمان زادت ليه، وإزاي إن احنا نقدر ندشن حملة وهي لتخفيض الأسعار. هنقدر ولا مش هنقدر؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا وضيوفكم في الاستوديو. الأستاذ محمد الشرقاوي من أصحاب تدشين الحملة وصحفي أيضا بموقع حديث بورسعيد الإخباري. أهلا بحضرتك معانا، مشرفنا. أستاذ محمود هدية من أصحاب الحملة أيضا وصحفي بموقع بورسعيد اليوم الإخباري. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية زي ما احنا عارفين بورسعيد يعني الأكلة الشهيرة فيها دايما هي الأسماك. ارتفاع الأسعار كان في فترة يمكن بدأ من 15 يوم. عملتوا ايه على الموقع بتاعكم عشان نقول احنا ممكن نحارب اي غلاء في الأسواق؟ اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج. شكرا. فكرة الحملة اجت عن طريق الأستاذة منال الغراز. نعم. دي شهادة حق تتقال. نعم. بعد غلاء الأسعار وغلاء الأسماك، وزي ما نعم. حضرتك ذكرتي ده فعلا بالنسبة للشبار أكلة الغلابة. نعم. في بورسعيد. نعم. فإن وأكلة الغلابة وفاكهة الأكل زي ما أكيد بنقول طبعا. برضو. أكيد طبعا. يعني هي مش أكلة غلابة فقط، ولكن ليها طعم مميز وبروتين صافي وحاجات كتير جميلة. احنا بيجي لنا ضيوف من أي حتة في مصر بيطلبوا الشبار. نعم. فأما نتفاجئ في يوم وليلة نلاقي سعر الشبار وصل 40 و50 جنيه. دي كارثة في بورسعيد. النقطة الثانية إن التجار اللي بيجيبوه احنا ما بنشوفش مصاريف بيصرفوها مثلا على الاسماك او حاجه او على الشبار. نعم. علشان يبقى الشبك غالي موجود والمراكب الصيد موجوده من غير مواتير، وهم زي ما هم، مفيش حاجه زادت عليهم. مفيش حاجه زادت. تمام. ف اتفقنا ان احنا نعمل حمله هاشتاج صغير على الفيس باسم خليها تعفن. نعم. هو الاسم غريب بس هي دي حقيقة. نعم. وفعلا الفترة اللي فاتت ديت فعلا في أسواق بقت خالية من الأسماك بسبب الفكرة البسيطة دي اللي تجاوب معاها شعب بورسعيد بالكامل. والفكرة مستمرة. احنا قلنا هنبدأها اسبوع او 5 ايام او اسبوع. دلوقتي لغايه من يوم 21 أيوة. 3 لغايه دلوقتي 10 ايام. والناس متجاوبه فيها. متجاوبه. نسبه قد ايه تقريبا متجاوبين مع انهم يقطعوا شراء الاسماك من الاسواق؟ احنا لو قلنا من 65 ل 75 احنا نجحنا، ودي نسبه كويسه. اكيد طبعا. تمام. اكيد طبعا. تمام. استاذ محمود هديه، نقول الفكره فعلا اتطرحت، لكن هل نقدر نقول انها كان في نسبة كبيرة جدا مشاركين معاكم على الصفحة ومن محافظات اخرى زي ما شفت من خلال الصفحة برضو كانوا مشاركين؟ وهل هم هيشاركوا ايضا في انهم يقطعوا الاسماك في محافظات تانية ولا لا؟ والله احنا من اول لما بدأنا ننشر عن الحملة اتلاقينا صدى واسع جدا ليها في محافظة بورسعيد نفسها. حتى يمكن لو بصينا على الاخبار هنلاقي اعلى نسبة شير للخبر نفسه هي على خبر مقاطعة الاسماك. نعم. والظريف في الامر دوت ان تلاقينا بدانا نشوف محافظات مجاوره لينا بداوا يغيروا من الموضوع. اسماعيليه ودمياط وحتى وصلت لاسكندريه والسويس. يمكن كمان بدانا نشوف بعض الاعلاميين على القنوات الفضائيه بيتكلموا عن خبر مقاطعه الاسماك. نعم. وبداوا يجيبوا عن الهاشتاج الاستاذ محمد شراوي عنه خليه يعفن. خليه يعفن. صورتوا بالفعل الأسواق وهي فاضية أو محطوط السمك ما حدش بيشتريه؟ يعني التواصل كان إزاي ما بعد المقاطعة كمان؟
انا نزلت امبارح فعلا السوق مش عشان اشتري، نزلت اشوف الوضع ايه. نعم. لقيت حوالي 75% من البياعين مش فارشين اسماك، فاضيه خالص. فدي كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا، بس في نفس قافلين الوقت الاماكن بتاعتهم طبعا ولا موجودين ومش حاطين حاجه؟ في منهم موجود ومش حاطط حاجه، لان هيجيبوا مش هيبيعوا. تمام. الناس اللي موجوده حتى في السوق نازله تدور على اي حاجه بسيطه، يعني يكون سعرها رخيص سعرها يقدروا انهم يشتروها. بالظبط كده. هل تواصلت معاهم استاذ محمود وبدات انك فعلا تتكلم معاهم؟ محدش عاد بيشتري منكم ليه؟ ايه السبب؟ عملتوا ايه؟ اتكلمت فعلا مع صديق ليا في السوق امبارح. نعم. هو نفسه مش عارف، هو بياخده من التاجر. طب التاجر اللي بيوصله له لغايه عنده بيصرف ايه علشان سعر الشبار يوصل لكده، او سعر الاسماك كلها توصل لكده؟ تمام. انا اما انزل امبارح اشوف سعر شبار مبطرخ ب 90 جنيه، دي كارثه. كان في حد بيشتريه ولا هو لا محطوط؟ طبعا، لا طبعا، لا محطوط. في ناس بتشتريه بس فئة معينة هي اللي بتروح تشتري، ما بتسألش عن السعر، هي متعودة ان هي تشتري. ولكن نسبة بسيطة. اكيد طبعا. الجمبري برضه ب 500 جنيه، لقيته ان هو اقل من الطاولة بتاعته ولا محطوط زي ما هو؟ لا محطوط زي ما هو. محطوط زي ما هو. التاجر بيعمل ايه بعد كده؟ هل هو بيسأل تاجر الجملة انت غليت ليه، ولا هو بياخد منه اوتوماتيك؟ هو اكيد طبعا بياخد منه اوتوماتيك، لان التاجر بيجيب شغله من اللي هم بيوردوا له الشغل. فالفكره كلها في ان يعني السمك بالذات يعني بيختلف تماما عن الدواجن وعن اللحوم. ديت فيها تربيه ولها تكلفه انتاج وكلام من ده. انما السمك ده رزق ربنا موجود في البحر. أيوه. فاحنا عايزين نعرف انت ليه بتخلي السعر يوصل للمرحله دي. لكن لحد دلوقتي مش لاقيين اجابه ليها خالص. ما حدش بيجاوب على السؤال ده. طيب عايزة أسأل حضرتك برضو أستاذ محمد، بالتأكيد أن صفحات التواصل بتجيب نتيجة ونتيجة فعالة. هل نقدر نقول أن السعر ممكن هو ينخفض في الفترات اللي جاية، ولا هم ممكن ياخدوا الأسماك دي يعملوها فسيخ بمناسبة شم النسيم، وبكده يقول لك الناس كلها هتشتري برضو الفسيخ لانها محتاجه انها تشتريه في اليوم ده، فانا مش مشكله عندي ان حد يشتريه بالسعر الكبير ده واغلي سعر الفسيخ في الموسم بتاعه؟ هو زي ما حضرتك ذكرتي بالنسبه للبوري فعلا يتعمل فسيخ. تمام. وفعلا في ناس بدات تملح بالظبط كده الطاوله اللي هم جايبينها او اللي هم شارينهم التاجر بيملحوه. لكن بالنسبه للشبار اللي هو الاكله الاساسيه للبورسعيدي، لا طبعا ما ينفعش يتملح. فبيضطر ان هو يرميه، يا بعد ما بيبوظ عنده ممكن يبيعه لحد مش فاهم في الاسماك. لكن ده دور الرقابه، دور رقابه التموين. في دور للمحافظ احنا لغايه دلوقتي لسه ما شفناهوش ان هو ينزل بنفسه الاسواق ويتابع. حضرتك متابع جيد للشارع البورسعيدي، ولا ممكن يكون هو نزل حضرتك ما شفتوش؟ حتى لو نزل ما شفتوش. نفترض ان هو نزل ما شفتوش، ولو بينزل يوم ما قررش نزل مره نزل اتنين. طب بقيت الفتره اللي فاتت دي اما بتنزل الاسعار ولا بتفضل زي ما هي؟ لا ما فيش اسعار نزلت. ما فيش اسعار. هو بس الاسعار بتنزل يعني في معمول مهرجان زي مهرجان الاسماك بيتعمل كل يوم 4 في بورسعيد. فين؟ في بورسعيد في سوق معين. عند اللانش. عند قصر الثقافه. نعم. يعني انت نزلت سعر السمك في يوم. طب وبقيه الايام الناس مش هتاكل سمك؟ ده يوم الاربعاء يمكن تقريبا. يوم الاربعاء. وفرق اسعار يوم واحد. هل التاجر هو اللي بينزل علشان دي بضاعته، ولا هو متفق مع المحافظه؟ عايزين نعرف فرق السعر اللي موجود دوت جه منين. يعني مثلا سمك ب 35 جنيه نزل سعره ل 20 جنيه. ل 20 جنيه فعلا. نفس الجوده ونفس السمكه. هو السمك اللي موجود يوم الاربعاء هو السمك اللي هيبقى موجود يوم الخميس. فاحنا عايزين نعرف طب اشمعنى يوم الاربعاء؟ ما احنا بقى عايزين حد يطلع من المسؤولين يقول لنا فرق السعر ده جه منين. طيب ده اللي نفسنا نفهمه. انتوا على صفحات التواصل هل انتوا بالفعل المتابعة اللحظية لأي حدث بيحصل في الشارع البورسعيدي دي بتجيب نتيجة؟ دي مفيدة للمواطن ان هو يبقى متابع، ولكن متابع بالفعل ان في حد شاف وبيبلغه الحقيقة؟ اكيد طبعا. اكيد بالنسبه للهاشتاج اللي احنا عاملينه في تجاوب كبير جدا من شعب بورسعيد ومن اهالي بورسعيد. والنسبه بتعلى، يعني نسبه
البعد عن اكله السمك اللي هي بتاعه الغلبان وبتاعه الفقير في بورسعيد، كل الناس بعدت عنها الوقت حاليا. طب هيبعدوا عن ايه تاني؟ ما هي دي المشكله. في نقطه او حل ايه هو الحل؟ شرطه المسطحات المائيه اه دي لازم ترجع تاني، لازم يبقى في رقابه عليها. شرطه المسطحات المائيه بالنسبه للزريعه. أستاذ محمد، عند المعدية بيصطادوا كمية كبيرة علني. جدا من علني. الزريعة، يعني الساعة 10 الصبح 12 دي ما فيش مشكلة. دي في القانون تجرب بالظبط كده، زيها زي المخدرات. نعم. طب احنا سايبينها ليه؟ سايبين المزارع السمكية بره مفتوحة، التاجر او صاحب المزرعة بيتحكم في سعر الاسماك ليه؟ وما زادش عليه حاجة، ما زادش على اي حاجة خالص. تمام. هل نقدر نقول الأسعار في بحر البقر أقل في مناطق زي الجرابعة، المناصرة، قرى محافظة بورسعيد، السعر مختلف ولا برضو زاد؟ حتى لو السعر مختلف، مش زي اسماك بورسعيد. اسماك بورسعيد بتختلف عن بحر البقر، الميه الحلوه. هناك مزارع بالظبط كده، عندنا البحر المتوسط والقناه. احنا دلوقتي حتى واحنا جايين في الطريق، بورسعيد كلها بتصطاد. يعني لسه بقول لزميلي عادل يماني، الله بدام بقى السمك غلا، انا عندي صناره ومكنه اصطاد افضل، يبقى احسن لنا مش كده؟ هم اللي على الطريق دلوقتي بيصطادوا. ده اللي احسن الفتره ديت. طيب، شايفين ان ممكن يبقى في نتيجه فعالة نتاج الضغط من صفحات التواصل على التاجر البورسعيدي وعلى كمان التاجر الكبير اللي بيديله، ولا ممكن ان هم ينزلوا الاسعار شوية ويرجعوا تاني يزودهم؟ يعني هل الموجة اللي احنا عاملينها بالضغط على التجار هتجيب نتيجة ولا ممكن ما تجيبش نتيجة؟ احنا مستمرين في الحملة، مستمرين فيها للنهاية لغاية ما الاسعار كلها تنزل. لكن اللي بعد كده حتى لو الاسعار نزلت، اللي بعد كده ده مش دورنا احنا. دور الرقابه. المسؤولين في بورسعيد كلهم لازم يحسوا بالانسان الغلبان اللي عايش في بورسعيد، اللي بينزل سوق. احنا عندنا، انا اقرب سوق ليا سوق علي. سوق علي ده اسمه معروف في بورسعيد كلها سوق الغلابه. نعم. اما انزل الاقي سعر الشبار ب 40 وب 50 وب 60 في سوق علي. بتاع الغلابه يعني. مش هقول لحضرتك مثلا البازار. طب بازار زي ما ذكر محمود، جمبري الكيلو ب 500 جنيه، فصعب جدا طبعا. استاذ محمود، حضرتك صحفي بموقع بورسعيد اليوم الاخباري، وبالتاكيد عشان تنزل خبر لازم انك بتبقى شايفه بالفعل، متاكد من صحته، في نوع من التواصل على ارض الواقع عشان يبقى الخبر صحيح. هل في متابعه زي ما حضرتك قلت ان لازم يبقى في دور من الرقابه تجاه كل الامور اللي بتحصل حوالينا؟ ليه ما بتغطيش بقية الخبر بانك تروح مديرية التموين وتشوف مفتش التموين وتقول له انا نزلت وصورت كذا كذا ومعايا والاسعار وصلت كذا، انتوا دوركم ايه؟ هتنزلوا حملة انزل معاكم عشان اصور عشان اعرف ممكن نوصل لايه، ولا مجرد انك بتنزل الخبر اللي انت بتشوفه ومفيش متابعة ليه؟ هو مبدئيا كده اي خبر بينزل لازم بيكون من على ارض الواقع في الشارع. نعم. احنا مبدئيا ما بنجيبش اي حاجه من عندنا. نعم. حتى اول خبر للحمله كان نازل، الناس ماسكه استمارات للمقاطعه في ايديها وواقفين في الشارع بيوزعوهم على الميكروباصات. تمام. والتكوسه والكلام ده كله. تمام. تاني حاجه بالنسبه لمديريه التموين، ما فيش اصلا حد بيختارنا ان هم رايحين حمله معينه عشان احنا نقدر نروح معاهم. تاني حاجه اي خبر بينزل او اي حاجه بتنزل هم تماما عندهم علم بيها. يعني كل ده طبعا بيشوفوه. اكيد سواء في مديريه التموين او في اي حته تانية. مفيش هم حتى من جانبهم اي نوع من التواصل عشان يقولوا لكم طب انتوا بتروحوا فين عشان نعرف، طب فين الاماكن؟ هو كل التواصل بيكون عباره عن بيان اعلامي بس لكن مفيش حاجه اكتر من كده. استاذ محمد، شايف ان ده ممكن يحقق الهدف منه، ان يبقى في جانب فقط هو اللي شغال على ارض الواقع، ولكن الجانب الاخر الرقابي ممكن ما يبقاش موجود، ولكن عادي ده بالنسبة لكم؟ والله حتة الرقابة ديت في بورسعيد عامة بقت صعبة. ان انا مسؤول، مش منتظر حد يجي يقول لي في الحتة الفلانية في مثلا غلاء. انا دوري ان انا انزل اشوف في الاسواق. احنا
على الموقع عندي انا ما نزلتش الا خبر واحد، على موقع حدث بورسعيد ما نزلتش الا خبر واحد عن رقابه التموين، ان هم نزلوا مره واحده بس، ما نعم. شفتهمش نزلوا تاني. لمتابعة أسواق السمك. بالظبط تمام. نزلوا الصورتين الجمال وبعد كده ما شفناهمش. نعم. غير كده احنا ما نعرفش حاجه عن مديريه التموين خالص في بورسعيد. كل واحد بيبيع بسعر زي ما هو عايز، ما فيش رقابه عليهم خالص. اما تلاقي واحد بيبيع شبار ب 40 جنيه والتاني ب 50 جنيه وهو او ده اخدينه من تاجر واحد. لا، انا قبل ما اروح للراجل الغلبان، احنا برضو مش جايين على الراجل اللي بيبيع السمك، لان ده بيشتري غالي. نعم. فبيبيعوا كده. احنا مش جايين على الغلبان، احنا جايين على التاجر نفسه. التاجر اللي هو ما بيصرفش حاجه، عنده المراكب بتاعته، المراكب ما فيهاش مواتير بجاز مثلا او بنزين، هو مجرد ان هو بيمتلك اسطول او كذا مركب وبتجيب، وهو اللي بيتحكم في انه هو بيبيع الطاوله بكذا. ده عباره عن رزق ربنا موجود في البحر يعني. تمام. ما ينفعش تتحكم فيه. أستاذ محمود، مقاطعة الأسماك، ولكن كمان في بعض المقاطعات الخاصة باللحوم وبالفراخ أنا شفتها برضو انضماما للسمك، بدأتوا فيها وهل ليها مردود ولا لسه؟ هي بالنسبة لحملة مقاطعة الدواجن واللحوم دي كانت من قبل مقاطعة الأسماك. نعم. بس أنا كنت عايز أقول حاجة بخصوص مقاطعة الأسماك. علاقة المواطن البورسعيدي بالأسماك علاقة يمكن حميمة شوية. يمكن طبعا حضرتك بورسعيدية زينا وعارفة يعني استحالة تمشي يوميا في بورسعيد وما تلاقيش مواطن ماشي ماسك شنطة السمك المشوي في إيده، وفي إيد التانية الجرجير والفجل السلطة. تمام. فيعني العلاقة ديت علاقة حميمة جدا. احنا بدأت تختفي اليومين دول بسبب حملة مقاطعة الأسماك. نعم. طبعا ارتفاع الأسعار بدأ يخلي الناس ما تقدرش تشتري على الأسماك، خلاها أصلا فوق. هل ده سبب إن الناس كانت بتقاطع اللحوم والدواجن، ده اللي خلى الأسماك إن هي ممكن أسعارها ترتفع، ولا هي موجة من الغلاء في كل السلع الغذائية؟ هي موجة من الغلاء، مش هنقول لا. نعم. بس هنيجي لغاية الأسماك. لا، ده زي ما قال محمود، ده بحر عندنا يعني. ما فيهوش حاجة مثلا، ما فيش تكلفة خالص. نعم. وهل لو في تكلفة أيضا فزيادة المواد البترولية كانت من فترة، يعني مش من دلوقتي هي كان حصل فيها زيادة عشان نقول في نقل هيكلف أو اللانش بيشتغل بموتور. وحتى النقل يمكن احنا بورسعيد والبحر عندنا في بورسعيد، مش جايين من محافظة تانية. نعم. فاحنا مش لاقيين مبرر لارتفاع السعر ده. هل ممكن ان مثلا التاجر يقول لك انا عندي عمال هم اللي طالبوا برفع الاسعار، وعلشان كده انا مضطر كمان ارفع سعر السمك؟ حتى لو عنده عمال، من الطبيعي ان هو يكون عنده عمال، بس ما يبقاش السعر كده يعني بالضعف مثلا. اكيد. لا، ده ضعف طقطقين او 3 كمان يعني. هنستمر في الحملة لغاية امتى؟ لغايه ما الاسعار تنزل ان شاء الله. هل الناس هتصمد بالفعل، ولا كل واحد ممكن يقول لك انا نفسي اكل سمكه؟ كل الناس نفسها ترجع للسمك تاني، لكن الناس اول مره بورسعيد من سنين كل الناس تكون ايد واحده. فحاجه بسيطه يعني، هاشتاج صغير ان الناس كلها تبعد عن السمك بسبب الغلاء عشان يرجع تاني. كل الناس تجاوب. والناس اللي هي بتصطاد راحة طالعة تصطاد زي ما حضراتكم شفتوها، لو بيصطاد كمية كبيرة ممكن هو يقف في السوق يبيع اللي مش محتاجه بسعر قليل علشان يبقى فيه تفاوت في الأسعار. هو حاطط بسعر قليل والتاجر اللي جنبه حاطط بسعر كبير، فيوري حتى للناس يقول أنا اللي صيده وأنا اللي بعمل كده عشان السعر ينزل. وفي نفس الوقت التاجر اللي بيبيع هيقول لك الله ده بيبيع بأقل مني بكتير، فممكن ان هو كمان ينزل السعر. كان في واحد عند سوق قصر الثقافة كان ضيف بيحكي لي هو جاب يعني نقلة رز بسعر قليل. التاجر ده اما شاف العربية جاية وبتبيع جنبه الرز كان ب7 جنيه ونص، قعد هو باع ب7 لغاية ما خلص اللي عنده،
خسر طبعا وبدأ يجيب تاني عشان برضو العربية تمشي، ما قدرش عليهم لغاية ما بدأ ان هو يحط نفس السعر بتاعهم علشان يقدر ان هو في الاخر المستفيد المواطن طبعا. المواطن طبعا أكيد. من يعني في سلعة بسعرين، المواطن هيروح لأنهي؟ الأرخص طبعا. للأرخص. صح. للأرخص طبعا. طيب تكاتف بعض المحافظات ايضا هل جاب نتيجة على ارض الواقع ولا لسه ما بانتش؟ لا، هو احنا بالنسبه لنا عندنا بورسعيد جاب نتيجه. بالنسبه لاسكندريه او دمياط او اسماعيليه او السويس، اعتقد ان هم لسه بادئين في الحمله دي. بس لو فضلوا زي البورسعيديه ايد واحده في موضوع المقاطعه هينجحوا وهتنجح وهتتعمم على مستوى الجمهوريه يا رب ان شاء الله. بستأذن حضراتكم، معانا الحاج طارق ادريس احد الصيادين وصاحب مراكب للصيد ببورسعيد. اهلا بحضرتك معانا حاج طارق. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكي وعلى ضيوفك الكرام. صباح الخير على حضرتك. حاج طارق، ارتفاع كبير جدا في اسعار الاسماك، السبب؟ امر طبيعي. ليه امر طبيعي؟ ارتفاع الدولار طبعا ادى لزياده الاسعار. ارتفاع الدولار؟ طبعا. حضرتك بتشتري ايه بالدولار؟ احنا بناخد كل حاجه بالدولار. بالغاز بتاخد ايه؟ الغزل؟ هل انت اشتريت غزل جديد مثلا؟ ايوه، وارتفع 300% عن سعره عن السنه اللي فاتت. عن السنه اللي فاتت. احنا في شهر 3، يعني لو ارتفع كان من شهر 1. ارتفع من شهر 3 السنه اللي فاتت حضرتك. من شهر 3. هل ده عواقبه بتيجي في 3 السنة اللي بعديها ولا ايه؟ يعني اخد سنة عشان تقدروا تظبطوا السعر بتاع الغزل وتقولوا ان هو 300%؟ الارتفاع على الاسعار الخامات بيؤدي لزياده على طول في التحميل على السمك. ما هو كانت الزيادة زي ما حضرتك بتقول السنة اللي فاتت. تمام. يعني لكن احنا بنتكلم في السنة دي، احنا بنتكلم في ال 15 يوم اللي فاتوا. هو على قد ال 15 يوم فقط لا غير، ما ينفعش طبعا. ما ينفعش، مش كده؟ طيب ايه السبب؟ لا انا حضرتك قلت ان ما ينفعش في خلال ال 15 يوم نقول ان في زياده كبيره في الاسعار، ايه السبب؟ ايه اللي اكتر من الدولار علشان حضرتك تقول ان في زياده في الاسعار؟ هل العمال اللي عند حضرتك طلبوا زياده في اجرهم بعيدا عن الغزل؟ اللي الغزل ممكن يقعد، او انت اشتريته السنه اللي فاتت ما طبقش 300% السنه دي، مش كده؟ لا، احنا بنشتري كل سنة. كل سنة؟ كل سنة لازم نشتري في يعني حضرتك اشتريت من 15 يوم؟ اشترينا من 15 يوم بالارتفاعات الجديدة. عشان كده طبقت انك ترفع اسعار السمك. هو السمك طبيعي سعره يرتفع. نعم. مش للغزل بس. الجاز غلى كمان. السمك نفسه قل من الزريعة. الجاز غلى امتى حضرتك؟ الجاز غالي بقاله سنتين اهو. سنتين مش دلوقتي. كان ما هو كل ده بيتحمل على الاسماك، ما هو انت ما بتحسيش انا بقول لحضرتك خلال ال 15 يوم اللي فاتت في ارتفاع كبير جدا في الاسعار، ما بكلمش حضرتك على السنه اللي فاتت. يا فندم السمك مرتفع مش في 15 يوم فقط. طيب. السمك مرتفع بقاله 3 شهور و4 شهور. طيب انا عايزه اسال حضرتك على الحمله اللي موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي، واللي بالتاكيد ان في تجار كتير من اللي حضرتك بتديلهم الاسماك بيعانوا من عدم البيع. اثر معاك ده ولا ما اثرش؟ بالتاكيد انت ممكن تبيع 10 طاولات في اليوم، ممكن تبيع طاوله واحده في اليوم. احنا انتاج السمك بتاعنا كله بيتباع بالكامل. بالكامل. بسعر اليوم. نعم. علشان برضه في باب التصدير مفتوح. نعم. فاحنا ما بنعتمدش على التاجر اللي بيبيع للمستهلك فقط. يعني مش مهم المواطن ان هو ياكل طالما حضرتك بتصدر. لا، ما بتحملهاش كده، مش مهم المواطن ياكل. في باب تصدير الاسماك مفتوح، احنا بنصدر السمك اللي هو الفاخر بتاعنا. نعم. طبعا اما يكون السعر قدامك احنا بندور على اغلى سعر علشان نراضي الصيادين. نعم. الصياد بيشتغل وعاوز الاجر بتاعه. نعم. فما ينفعش انا اقول له علشان المواطن ياكل انا بيع السمك اقل من ثمنه سي 10 جنيه. اذا حضرتك بتنزل اللي زياده عن التصدير بنفس سعر التصدير للمواطن المصري البسيط؟ مش بنفس الجوده.
احنا بنعيش حياه اوروبيه في الاسماك واسعار الاسماك دلوقتي. مين اللي بيعيش؟ المواطن المصري؟ مصر كلها. مصر كلها. أيوة. هل حضرتك لو ما كنتش تاجر للاسماك كنت هتقول الكلام ده، ولا كنت هتقول ان المواطن المصري بيعاني؟ لا، احنا بننادي بالكلام ده من سنين طويله. بتنادي بايه؟ بننادي بان السمك يبقى له منظومه متكامله تحافظ عليه. ايه هي المنظومه؟ منظومه الصيد. ايه يعني؟ احنا عندنا ما بنتبعش قوانين صيد الاسماك. نعم. الصيد الجائر للزريعه بتاعه السمك من الشواطئ. نعم. والقضاء عليها حضرتك كده بتقضي على اجيال ثروه سمكيه. نعم. ايوه، انت بتقضي على اجيال من السمك لما تاخدي الزريعه نعم. من البحر وتحطيها في الاحواض. اول حاجه بتهدري منها 60% في عمليه النقل. يعني بتموتي نص السمك. حاج طارق، اكيد المراكب بتاعتك بيشوفوا الناس وهي بتصطاد الزريعه، ما بيبلغوش ليه حرس الحدود عنهم او ما بيبلغ؟ هنا بقى المشكله، حرس الحدود نفسه هو اللي بيصدر تصاريح بصيد الزريعه. بناء على تعليمات بقى من وزير الزراعه، بناء على تعليمات من جهاز حمايه الثروه السمكيه علشان يمولوا المزارع. طيب انت حضرتك جايبه مزرعه، انت المفروض على حضرتك تجيب لها مفرخ يفرغ الاسماك، مش تاخدي سمك من البحر وتحطيه في الاحواض. بتؤدي الى ان تشتري له اعلاف غاليه طبعا دلوقتي. نعم. العلف سعره من 2000 جنيه ل 7000 جنيه. نعم. غير كده وكده السمكه جوه الحوض بتنمو بمعدلات بطيئه عن وجودها في البحر. حضرتك بتصطاد السمك لا محتاج لاعلاف ولا محتاج لسولر، هو مغلاش دلوقتي. رباني، السمك بياكل رباني، ربنا مهيئه. نعم. طيب ما دام هو بياكل رباني، هل كمية السمك بتقل مع اصطياد الزريعة وعشان كده برضو انت بتغلي السعر ولا ايه؟ لا، احنا ما بنغليش السعر بيغلى لوحده على طول. احنا بقول لحضرتك احنا بنعيش حياة اوروبية في الاسماك بالذات. فين الحياة الاوروبية يا حاج طارق؟ يعني بص معايا ضيوفي وبرضو عايزين يسألوك، يعني انا بورسعيدية ما بعيش الحياة الاوروبية في الشارع البورسعيدي. انت بتشتري كيلو السمك دلوقتي في بورسعيد زي ما بيتباع في ايطاليا. انا ما عنديش بشتري سمك خلاص. طيب دي مش ميزه، ده عيب. بقالي 10-12 يوم ما بشتريش السمك، مقاطعه على صفحات التواصل زيهم. برافو. حضرتك واحده من 90 مليون. لا انا مش واحده من 90 مليون، احنا عدد كبير جدا مقاطع، ولكن بنلاقي في الاسواق فعلا التجار ما بيبيعوش السمك. معاك استاذ محمد الشرقاوي برضو هيوجه لك سؤال من ضيوفنا في الاستوديو. اتفضل يا استاذ محمد. تحياتي لحضرتك يا استاذ يا حاج طارق. بالنسبه لحضرتك بتقول ان احنا بقينا زينا زي اوروبا. المواطن البورسعيدي مستفيد ايه؟ مستفيد ايه؟ بالظبط. هل هو بيقبض زي اوروبا؟ والله بقى دي يعني اوقف التصدير حضرتك. احنا هنا في بورسعيد مالناش دعوه بالتصدير. ازاي مالكش دعوه بالتصدير؟ ده احنا اهم بلد بتصدر في المواطن الغلبان حاج طارق بيستفاد ايه؟ يا فندم بورسعيد هي اللي فتحت تصدير الاسماك للاتحاد الاوروبي. هعيد على حضرتك تاني، المواطن الغلبان مستفاد ايه برضه؟ عائد التصدير ده بيروح على مين غير للتاجر الكبير؟ المواطن الغلبان يجي ينزل المركب ويشتري الغاز وينزل البحر ويشوف ايه اللي بيحصل. طيب حضرتك بتتكلم على الاسماك كلها، بس حضرتك ما بتتكلمش عن الشبار اللي هو اكلة الغلبان في بورسعيد او اكلة الفقير في بورسعيد. الشبار وصل للاسعار دي ليه؟ هو عموما الشبار ده من اقل جودة الاسماك، وطبعا هو بيتربى في بحيرة المنزلة على جميل. طبعا حضرتك عارف ان الصرف الصحي نازل فيها على طول بقاله اكتر من 20-30 سنة. يعني يا حاج طارق كل الشبار الموجود من البحيرة. تمام. مفيش بيطلع من المزارع. نعم. برضه في نسبة امراض في المزارع. يعني انت علشان تعتزل الشبار اعتزله علشان في نسبة مرض، في نسبة تلوث. والغلبان اللي بيجيبه علشان ياكل بيته ياكل عياله عشان سعره اقل. انت بتتكلم عن الغلبان ده احنا
كنا بنصطاد السردين، وكان السردين بيطلع من على البحر، الغلبان كان بيروح ياخد سمك ويمشي، ما كانش بيدفع لان كان في سمك. النهارده ما فيش سمك، الغلبان هيجيب له منين سمك؟ موجود السمك والله يا حاج طارق. كيلو السردين ب 70 جنيه النهارده. أنا عايزة أسأل حضرتك عن أسعار أنواع الأسماك. الشبار بقى بكام؟ البوري بكام؟ المبطرخ والعادي؟ الجمبري بكام؟ النهارده الجمبري بيتسلم ب 270 جنيه. ويتباع؟ بيتباع ب 300 و 350. تمام. الشبار عند حضرتك بيتباع ب 60 جنيه جمله، بيتباع من 70 ل 80. السيبيا النهارده ب 120 جنيه. شفتها. وبعدين حضرتك لما تيجي تحسب السمك، السمك انت ما بتاكليش السمكه كلها. انت بتهدري منها 50%. يعني الدماغ والبطن والريش والعظم ده بيترمى. نعم. اذا فالكيلو بيكلفك 2 كيلو. نعم. اذا فسعر كيلو الشبار النهارده لو ب 80 جنيه 160. كيلو الشبار لحم ب 160 جنيه. قيس على كده بقى كل الاسماك. مش على قد الشبار بس. لكن حضرتك شايف ان السوق مستوعب الاسماك، وان الناس بتشتري، وان مفيش مشكله من عمليه التصدير شغاله، ومش مشكله المواطن المصري البسيط. بالنسبه لفتح باب الاستيراد بتاع الاسماك كان بيغطي كميه كبيره من محدود الدخل. احنا كنا بنستورد اسماك من بلاد تانية باسعار رخيصه، كانت بتيجي هنا تنزل في الاسواق عند ابو غالي بدون ذكر اسماء بعد اذنك. اتفضل. طيب. يعني كان في تغطيه من سوق الاستيراد بيغطي محدود الدخل. نعم. كان بينزل البربوني ب 15 جنيه. وقفت العمليه دي ولا ما زالت مستمره مع عمليه التصدير؟ انا لا اعتقد ان في استيراد دلوقتي للاسماك او متحمل عليه حاجه مخليه سعره غالي برضه. الناس احجمت عن الاستيراد. نعم. فكان بينزل استيراد اسماك مثلا 500,000 طن في السنه. بيعملوا فرق في السعر طبعا. نعم. وكان في نفس الوقت ده هو السمك هو بيتصدر. انت حاج علشان تنزل سعر السمك ممكن تعمل ايه؟ تفكر في ايه وحضرتك يعني احد الصيادين وساحب مراكب صيد؟ ممكن تعمل ايه؟ هل تطور من مراكب الصيد؟ هل تقول انا امنع صيد الزريعة؟ هل تقول لا بلاش تصدير الاسماك؟ ايه المقترحات؟ هو منع صيد الزريعة ده امر واجب، فرض واجب تماما. نعم. ومراكب الجر كمان اللي بتشتغل على الزريعه في الشواطئ تتمنع تماما. نعم. وانفاذ قانون الصيد وتقنين حرف الصيد في البحر. نعم. وبعدين لاحظ النهارده ان انت علشان تعملي مركب وتشتري لها رخصه ثمنها 200,000 جنيه الى مليون جنيه مكلفه. طبعا ما كل ده بيتحمل على اعباء على المنتج في النهايه. الشاطئ بتاعنا البحر المتوسط وقناه السويس والتفريعه وبحيره المنزله والبحر الاحمر، كل ده نقدر نقول انه مفيش انتاج كافي يكفي المواطن المصري البسيط ان هو يقدر يستفيد من الثروه السمكيه بتاعته. احنا لو اتكلمنا عن البحر الابيض المتوسط، نعم، 1200 كيلو شواطئ، نعم، من رفح السلوم فيهم إدار كامل للثروة السمكية والصيد الجائر للزريعة. نعم. دول لو احنا أمنا الشواطئ بس على المساحة دي كلها، انت عملتي مزارع سمكية موجودة طبيعية في البحر تعمل لك إنتاج لا يستهان به وبصرف. ايه ده؟ يبقى نمرة 1 عدم صيد الزريعة. 2 تمام. مراكب الجر تتمنع من الشواطئ. تمام. من العمل في الشواطئ بالشباك الضيقه بتاعتها. تمام. 3 تقنين حرف الصيد. يعني ايه؟ يعني تقنين حرف الصيد، يعني اللي بيصطاد جر يصطاد جر، اللي بيصطاد صنار يصطاد صنار. حضرتك لسه قايل ان حضرتك عايز تمنعه. آلات الجر عايز تمنعها. يا فندم مركب الجر تتمنع من الصيد في الشواطئ. الشواطئ دي الحضانه بتاعت السمك.
ما ينفعش حضرتك تيجي في الحضانه بتاعت السمك وتلم منها السمك بمركب جر او بشبك ضيق بتاع زريعه. تمام. يبقى انت كده بتهدر اجيال من السمك. تمام. اخر سؤال استاذ محمود هديه عايز يسال حضرتك سؤال اخير، اتفضل يا استاذ محمود. صباح الخير يا حاج طارق. صباح الخير يا حاج محمود، اتفضل. طبعا في البدايه انا بشكرك على المداخله وعلى التوضيح اللي وضحته لنا. احنا طبعا شفنا حضرتك طبعا سمعت خبر انك هيبقى كل يوم 4 ان شاء الله في زي مهرجان لتخفيض اسعار الاسماك. تمام. طب احنا عايزين نعرف فرق السعر اللي هو هيبقى يوم الاربعاء ده جه منين ومنين هيرجع لسعره تاني الاصلي يوم الخميس. تمام. حفظ الاسماك على الثلج يقعد من 3 ايام ل5 ايام. بعد كده السمك بيبقى فرن ملوش لازمه، يعني يتباع بقى باي فلوس. حضرتك يعني تقصد ان السمك مش هيبقى طازه يعني اليوم اللي هيبقى حاج طارق لو سمحت، اليوم اللي هيتباع فيه السمك اللي هو الاربع هيتباع فيه سمك بقاله 5 ايام عليه تلج طبعا وتبيعه للمواطن. يعني المحافظه كده بتضحك على المواطن طبعا. ما هي انا اللي بضحك عليه بقى يا فندم. احنا بنتكلم مع المحافظه مش حضرتك. وانا برد عليك بوضح لك المفهوم بتاع السمك. مفهوم السمك حفظ على الثلج من 3 ايام ل4 ايام. حضرتك بقالك 4 ايام عامل مقاطعه. في اليوم الخامس انا هبيع لك السمك بدل ما ابيعه ب 60 هبيعه ب 15. انا بلم فلوس لان السمك فعلا غلط. والمواطن هياكل، هيبقى مضطر او مش مضطر، شايف ان السمك رخص فهيقول لك هاخد. يا فندم المواطن بياكل احنا في كارثه. طيب حاج طارق انا بشكر حضرتك، ويا ريت يبقى في نظره للمواطن البورسعيدي اللي بيحب السمك وما يقدرش ان هو يستغنى عنه. شكرا جزيلا استاذ طارق. احنا من خلال برنامجكم نعمل لكم دعوه مفتوحه لزياره ميناء الصيد في بورسعيد والوقوف على اخر المستجدات والاستماع لاكبر مجموعه من اصحاب المراكب والصيادين لحل مشاكلهم ان شاء الله. انا دخلت المينا وصورت فيها اكتر من مره، وقد ايه انتوا ناس محبين لبورسعيد وبتحبوا العمل، وقد ايه انتوا بتتعبوا بالفعل. يعني صدقني انا مش بقول كده، لكن تعايشت معاكم فتره فانا عارفه فعلا ان المهنه دي مهنه متعبه كمان عليكم. ومن خلال منبرك الجميل برضه احنا نناشد وزير الدفاع صدقي صبحي عدم التصريح بصيد الزريعه نهائي من الشواطئ ومن الكنال ومن التفريعه لتمويل احواض السمك. وبنناشد وزير الزراعه طبعا تعيين اصحاب الخبره ورئيس جهاز تنميه الثروه السمكيه يحافظ على الاسم تنميه الثروه السمكيه مش اهدار الثروه السمكيه. تمام. وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا حاج طارق. حاج طارق لمس نقاط رئيسية، ولكن هو قال لك ان زيادة الدولار، سعر السولر، التصدير، الزريع، امور كتيرة جدا. هل انتوا برضو هتوضحوا الصورة دي؟ احنا طبعا من خلال برنامجنا تم التوضيح، لكن على شبكات التواصل هتوضحوا للناس وتسمعوا منهم رد فعلهم على كل نقطة من النقاط اللي قالها الحاج طارق. هو الحاج طارق اتكلم في كل حاجة بخصوص الأسماك اللي بتتجاب بآلة الجر أو بالمراكب اللي هي بيستعمل فيها الجاز أو السولار أو حاجة، لكن ما اتكلمش خالص، ما جاش جنب الشبار. بالعكس ده اما جيت سيرة الشبار قال البحيرة ملوثة. نعم. هو احنا جايين نكتشف دلوقتي ان البحيرة ملوثة. هو قال لك لو البحيرة ملوثة بقالنا سنين بناكل والناس كلها المواطنين كلها بورسعيد بتاكل شبار، ما سمعناش عن اي حاجه ليه؟ الحكومه ما منعتش الصيد في بحيره المنزله ليه؟ احنا جايين دلوقتي علشان التصدير وزينا زي ايطاليا نتكلم نقول بحيره المنزله ملوثه؟ لا الغريب انه بيقول ان احنا زي المواطن الاوروبي. انا استغربت. يعني طب المواطن الاوروبي ليه حياه خاصه، ليه دخل كبير. اديني الدخل بتاع المواطن جدا الاوروبي عشان واعمل اللي انت عايزه. جوده السمك نفسه مختلفه طبعا عن هنا. هو نعم. نفسه قال احنا بنصدر اجود انواع السمك. نعم. اذا اللي بينزل في السوق للمواطن البسيط مش الجوده رديئه طبعا عن اللي بتصدر. الرديء. حتى السعر القليل اللي ممكن هو يحصل يوم الاربع ده نتاج ال5-6 ايام المقاطعه، مش كده؟ طبعا. دي مشكله. هو الحاج طارق برضو بعت رساله لاهالي بورسعيد ان هم حتى الحمله او الاستاذ محمود اتكلم عليها يوم الاربع، كل يوم اربع ما تروحوش كمان تاخدوا الشبار. طب الناس دي هتاكل ايه؟
هيبقى الشبار الناس بتروح، احنا رحنا وشفنا الشبار كويس. طيب هو اكتر مننا خبره فيه. بس يعني طيب. ما معناه الكلام، انت واحده من ضمن ال90 مليون. المقاطعه جابت نتاجها على ارض الشارع البورسعيدي للمواطن أنا بختلف البورسعيدي. معاه. هم مش يعني لا انا بختلف بالنسبه لهم معاه، يقول لك احنا بنصدر، مفيش معاه مشكله كتير جدا. بالنسبه كل الاسماك بتتاخد منه، او التجار بياخدوا منه الاسماك كلها. طب انزل يا حاج طارق الاسواق، شوف. انزل شوف سوق علي عامل ازاي، انزل شوف السوق الكبير عامل ازاي. محتاجين بالفعل يبقى في نظره للسوق. هو الحاج طارق بيسلم السمك للمواطن البورسعيدي اكتر من كده. انا بشكركم لان وقتنا انتهى، وبشكر الجهد الكبير ليكوا على صفحات التواصل الاجتماعي. يا رب الحمله تجيب نتيجه، مش مجرد التصدير هو ده اللي هيمنعنا عن ان احنا يبقى فيه مقاطعات، ولكن برضو يكون فيه نوع من الضغط. شكرا جزيلا لوجودكم. مشاهدينا الاعزاء، بتمنى ان كل فقره من فقراتنا النهارده تكون حازت اعجابكم. لقاء جديد، فقرات جديده، وصباح القناه، وغدا اسره جديده باذن الله.